هنالك قتل وتمثيل بجثث أبناء الشعب السوداني من قبل المؤسسة العسكرية، وهذا يعني أن الجيش نفسه هو عبارة عن ميليشيا قبلية. ورغم أنه الجيش يتستر بستار المؤسسية والقومية، ولكن في حقيقة الأمر هو يمثل طموحات مجموعات قبلية معينة تم تصعيد هذه المجموعات أيام الاستعمار في مجموعات عرقية وقبلية. لكن الحاجة الخطيرة التي يجب الإشارة إليها في سبيل الحفاظ على هذه الامتيازات أنشأوا نوع من النظام الحرمي والاجتماعي، وهذا النظام الحرمي والاجتماعي يضمن لهم مسألة القتل والتمثيل بجثث أبناء الشعب السوداني، واستخدام أيضا مجموعات عرقية ضد مجموعات معينة. هذه السياسة استخدمت منذ الاستعمار رغم الثورات التي قامت، ولكن هذه الثورات لم تفكك هذه المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى مؤسسة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى. وهذه المجموعات استخدمت مجموعات عرقية، استخدمت أبناء غرب السودان ضد الجنوب، وحاربت بهم الجنوب. تم فصل الجنوب، ومجرد ما تم فصل الجنوب أنشأت في مجتمع غرب السودان، في المجتمع في غرب السودان أنشأت فيه القبلية والعنصرية، وأثارت هذه المجموعات النزعات القبلية، وقسمت المجتمع في دارفور بين عرب وزرقة، واستخدمت العرب ضد الزرقة بعد فصل الجنوب عندما قامت الحركات المسلحة. والآن لما هؤلاء العرب حملوا السلاح ضد المركز على مستوى أعلى قيادة هرمية، الآن لجأت هذه المجموعات إلى استخدام أبناء تلك القبائل الغير عربية، وفتحت لهم معسكرات في بور السودان بتدربهم، واستغلت الغبن الموجود بين تلك القبائل. الآن بتستخدمهم لضرب الدعم السريع، وهذه القضية خطيرة جدا. هذا الاختلال في حقيقة الأمر عشان السودان ينهض ويقف على رجوله، هذا الاختلال يحتاج إلى رؤية سياسية صاغبة ومعرفية. ولكن قبل الذهاب إلى هذه الرؤية التي لا بد منها، ولو استمرت هذه الحرب 1000 سنة مش هتخلص، ولكن يجب على هذه المجموعات التي استخدمت هذه الآليات طول هذه السنين وعملت دومينيشن، هيمنت طيلة هذه الفترة، هذه المجموعات يجب تفكيكها الآن وبناء دولة تسع جميع أبناء السودان. وأنا حزين جدا لاستخدام المؤسسة العسكرية للتمثيل بجثث أبناء السودان، يعني قطع رؤوس، وهذا العالم كله شاهده، وتمثيل بأكل أيدي الناس ودماء الناس. وثم وضع أحد الشباب وسلخته هذه المجموعة كالشاه. وهذه الأعمال الداعشية حقيقة يعني هذه ليس بجيش. هذا الأمر يعني very surprise لجميع الشعب السوداني وللعالم كله، ولذا إن هذا النظام يجب أن يتفكك as it is. وبالتالي غير تفكيك هذا النظام لا يمكن أن ينهض السودان. ولذا الآن الأوبجيكتيف إنه يتفكك هذا النظام ويبنى دولة سودانية ووطن سوداني يسع جميع أبناء السودان من غير تحيز إلى أي جهة ولا هيمنة جهة على أخرى، عشان ينهض السودان ونرى كلنا
يمثلنا السودان وتمثلنا هذه المؤسسة. والسلام عليكم.